هاي من السيارة. طبعا مشاوير الصباح ما يحتاج أقول لكم. طالعين الحين عشان قررت إني أزين الحلويات اللي راح أوزعها في العيد، في صلاة العيد إن شاء الله. وفكرت إني نزلت في السناب حقي، قلت البنات وين أحلى أي شكل أسوي. المهم الأغلب صوت على الشكل هذا، بحط لكم صورتي هنا. فرايحة أسوي الفكرة هذه عشان أسوي البوكيه حق الحلاوة وأوزعه في الحديقة. طبعا محزمي جاية معي علشان قررت بعد انها تشتري كرسي للتسريح حقتها. لقيت الكراسي اللي تبي جالسة تتفرج فيها، اللي الآن ما حدا تشتبي. هذا 209 كرسي مكتب. أنا أفكر بكرسي المكتب بس ما أدري إيش آخذ. أغلبها كراسي طعام، ما أعرف. هذا أحسه مريح حلو. كم قيمته؟ واضح شو نشوف كم سعره. هو 140 بس والله حلو. شوفي هذا حلو، بعد هذا أحسه مريح، وهذا بعد مريح. كلها أسعارها تقريبا 139. هذا 170. هذا أظن نفسه. هذا أهم شيء أنا عندي التقييم إني أجلس عليها. هذا توقعته مريح بس لا، مو مريح، مو حلو، بالعكس أحسه لا. يا محمد سيد. يلا لقيت أوراق التغليف بس ماني عارفة إيش آخذ. طبعا أخذت تقول خذي جلر قصدي أخذ اللماع هذا عشان أنا أحب اللماع، بس لا يمكن يعدم الثوب. ما أدري إيش آخذ. أبغى شيء سادة. آخر شيء وقع الاختيار على هذا. قبل شوي أحوس أقول لن ينجو مني أي ورق تغليف لين ألقى شيء زين، بس هذه حلوة. اشتريت ورق تغليفي، ويا متابعين احفظوها لهم، ثاني مرة ياخذوني معهم عشان يحطون عفوشهم عندي. تخيلوا حاطين الكرسي يقولون بالله انتبهي له وامسكيه. احلفوا صدقكم ما تستحون. اول شيء المراية والحين الكرسي هذا. أسرع اختصار بالعالم. خلاص كذا صارت جاهزة، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. ما يحتاج شغل وكلام فاضي. خلاص بس باقي تغليف. خلاص لصقتها بهذا الشكل، هلكتها باللصقة عشان ما تنفك علي، والحين بغلفها. تخيلوا بعد ما ركبنا وخلصنا واكتشفنا ان فيها ميلة بسيطة، فجأة اختي قررت انها تشغل مخها وقالت ليه ما استخدمنا اعواد الشوي، الاسياخ الخشب. تخيلوا انه فعلا لو استخدمناها كان شكلها ارتب. يلا راحت علينا بدال الكرتون. سويت فكرة غبية بنات، لصقت لصقة فوق الفلين ولا انا قادرة الحين نحط الحلاوة. فكيت اللصقة اللي كانت فوق الفلين، والحين اثبت الحلاوة عادي وصار اسهل من قبل قسم الله جهاد يا بنات. انكم عارفين كلنا مسويتها الحلوة. المهم خلصت ترتيب الحلاوة وبوريكم. رتبت فيها كيسين حلاو، واحسها صارت مرة ثقيلة حرفيا. شلون بشيلها ولدي؟ جايين العيادة نسوي تشقير. نسوي تشقير للحواجب. قفلت وبتقلب. ان شاء الله يعني نكون سريعين وما نطول. للأسف الانتظار مرة طويل. تخيلوا إلى الآن ساعة ونص ولا جو دوري، بس حلو معطينا. بس الحلو عيديات. بسم الله. أحلى شيء موزع العيديات، حلاوة ومناكير. حلو اللون. 5 ريال. حلو أعطيها عيالي 5 ريال وزعها عليهم. بس ننتظر إلى الآن إن شاء الله ما نطول. ايش وصل. شوفوا كشفتها ومسكتها فاتحة الأكياس. قلت ما تكملين فتح غير لما أجي أصور لكم عشان تعرفون قديش أحبكم. شوفوا كم طالبين عطر. خلونا نفتح مع بعض ونشوف. طبعا صورت ترند للتيك توك، جوي وأجوائي، مشترين غشاشين، وأنا طلبت عطوراتي وخلصت بس أصور لكم. أول مرة أشوف باكجات لافرين. هذا حقي. حلو. هذا ايش؟ مس لابرن بلو. خانتني وطفت يا بنات. تخيلوا. يلا مع السلامة. بصور لكم معلش يعني الجودة راح تكون شوي أقل. بصور لكم جوالي. يلا فكي. مس بلوم حلو. راسك كأنه جنة عطر. بس ليكون واضح. يكون عكس. حلو ريحة العطر حقهم. مس بلوم حلو. الله.
يلا نفتح اللي بعده. ليدي روز حق مين؟ هذا حقي. حقك؟ ايوه. احس كل ثنتين زي بعض. ليدي روز ولا ليدي روز؟ بلوم قبل شوي فتحناه. كلها بلوم. حبيت صراحة الباكج حقهم حلو. هذا ترتيب جديد صراحة في العطر، بلانكا اسمه. طبعا كلها مع عينات. حبيت الحركة هذه، شمي العين أول وإذا جازت لك فكي العطر، وإذا ما جازت لك رجع العطر زي ما هو. شميت الريحة حلوة. طبعا هذا حق أختي ما راح نفتح. في واحدة طالبة 200 ملي. خلينا نشوف ال 200 ملي ايش يفرق عن الباقيين. واو بس مقلوب خربوا. ايوه ليش مقلوب؟ اخص عليكم. هذا ليدي روز بلوم نفس الأول صح؟ لا عشان البرو. لا الأول ليدي روز هذا ليدي روز. كم هذا 200 ملي طيب؟ 125. واو حلو السعر مرة حلو. ما ينفع. هذا العطر آخر عطر لومينوس، اسمه لومينوس. المهم صراحة ريحته حلوة. محايدة. أيوة العطر مناسب للجنسين فهي محايدة، ما تحدي بس حلوة. هذا فستان العيد صورت لكم من قبل، وهذه الشنطة اللي قلت لكم تركتها عند أهلي، وهذا الكعب من شي وأكيد ذهب للعيد فاشتريت هذه الأسورة، ولكن مع الأسف ما ضيقتها إلى الآن. مرة حلو شكلها، ما ضيقتها الحين فبلبسها بشوف لها أي صرفة، بس راح ألبسها إن شاء الله أول أيام العيد. هذه السلسلة إلى الآن ماني متأكدة لأنه لابسها يعني بلبس ذهب، فأحس لو ألبس إكسسوار ما يكون ذهب راح يكون شكلي. قلت لكم راح أصور لكم أشمغة عيالي. هذا الأشمغة العقال، هذا العقال اللي اشتريت لهم من أيام تأسيس. اشتريت لهم 2 مع شماغ أحمر وثوب. هذا راح يكون لبسهم إذا رحنا نصلي صلاة العيد. من ستايلي وصلت متخيلوا خلال يومين وصورت لكم إياه بالفيديو. مرة حلو، شوفوا كذا من الجوانب فيها تطريز. بس هذا النوع من البيجامة بنات أو الخامة هذه نصيحة خذوا أكبر من مقاسكم لأنها تشد مع اللبس، عرفتوا؟ فتبان الخياطة. هذه المجموعة فاكرين لما صورتها لكم من ماركس، وعطر هيا، وأكيد ماسك للبشرة. بلالين بلالين في كل مكان. هذه بعد بلالين وردات. الله حبيت من شيء تخيلوا. شلون تطبخها؟ لا ما بعرف. سويت قوس البالونات بس بأصدمكم شلون تسوي. شوفوا تسويه بمعلقة الملابس، عرفتوا؟ الحديد. أفران الحطب عشان ناخذ فطور العيد. فطور العيد جالسين نبحث ونشوف. طبعا هذا التلفون يقولون على طول تشغلين الكاميرا تصورين، ما قصواتكم ما عليكم إلى الآن، بس جايبين حلهم. أحس إني صرت فضيحة، كل شيء أصور، صار يخافون مني. كل نواشف أكيد مو كروسونات، لسه ما وصلنا لهذه الدرجة فإحنا هنا. تخيلوا بس إنه خلص كل شيء ما عاد بيجي ولا حاجة. خسارة جاي متأخر صراحة، بس بنشوف مكان ثاني. هذا إيش طيب؟ هذه سلطة الجبن بلبن هالبين وحارة حلوة. فيتا يوناني والله ما أعرف وشو. خسارة ما في غير أجبان. بننشف من الأجبان. ما ناكل غير جبن. آخر شيء ما لنا غير هذه المعلبات لأن اللي بالكيلو كله مخلص. فهنا بعد طماطم مجفف، ايش بعد؟ الزيتون. أنا ثاني الزوادة وإن شاء الله نلقى عندهم أشياء تنفع الفطور. قاعد في مرايا السيارة. هنا عندهم خيارات أكثر متنوعة، واخذوا بس حاسبوا. شيء غريب، لبنة بنكهة التوت. أحس الطعم غريب راح يكون. لبنة مكدوس عادي. شوفوا هنا لبنة بنكهة مشاوي، أحس غريب. الله خيرات، الله عندهم هنا خيارات كثيرة بعد، حتى هناك في لبنات وأشياء ثانية بنروح لها بعد شوي نجرب ونذوق. هذا إيش؟ باذنجان شلون؟ نقطع نكهة لبنة بالتوت. هذا شيء غريب. يلا جرب. اي هذه ذكريات حلاوة حمض. انا تقول ايش هذا؟ ردت عليها امي قالت انبا، وردت اختي الثانيه قالت انبا. كلنا انا وياها نضرب وش انبا؟ طلع مخلل مانجا. انبا اول مرة اعرف. وصلنا بس نحاسب عشان اجيب الحلاوة الحمراء. هذه ذكريات الطفولة كنا ننجن عليها بذوقها الصغار. نقول هذه كانت من ألذ الحلويات بالنسبة لنا.
الحمد لله صار لنا ساعة نلفلف ندور عن خمسات. تخيلوا لقينا بقالة صغيرونة وعنده خمسات. صرف له 10. بعد المشاوير بطاطس مقلي. بعد المشاوير هذه المكافأة. أشكر هذا الشخص على المشاركة وجاب لنا قهوة. يلا شكرا عشان نتقهوى. هذه قهوة ليلة العيد. لبست البيجامة خلاص. الحين الساعة 2 في الليل والحين بحط الماسك. ووصلنا نهاية الفيديو. أتمنى أنكم استمتعتم وأشوفكم فيديوهات قادمة. مع السلامة.